ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. واستكمالا بقى لفيديوهات السمك اللي بنزلها لكم الايام دي. ده سمك طبار، تعالوا نشوف هنعمل سمك طبار ازاي في البيت. جبنا السمك وغسلناه كويس وحطيناه في صينيه خفيفه، تقدر كده تدخل الفرن بسهوله ويوصل لها الحراره بسهوله، يعني ما يكونش سمكها من تحت تقيل. وحطيناه في الاول كده دقيقتين تلاتة بس السمك ينشف، وبعد كده خرجناه. حطينا عليه شويه زيت معلقتين تلاتة كده، ودخلناه الفرن تاني على اعلى درجة، على الفرن نفسه، يعني على من تحت مش من فوق، مش من الشواية، من تحت نفسه. وكأننا بقى بنقليه. هو بصراحة بيطلع مشوي وطعم المقلي، يعني بياخد حلاوة الاتنين. ده عشان ما عندناش فرن غاز نقدر نعمله فيه، ففرن البوتاجاز يكمل يعني. وجهزنا السلطة وعملناها، وكمان عملنا الرز، كل ده والسمك في الفرن. ده بصراحة يعني أكلة السمك دي أسهل أكلة. بصوا بقى السمكة الصغننة دي أنا لقيتها مع السمك، معرفش مين جاله قلب يصطاد السمكة الجميلة الصغننة دي. فرحانة بيها قوي، عملت لها حط سمك صغنن كده في فنجان قهوة. بصوا جميلة ازاي، حلوة قوي، صعبانة عليا. في الوقت ده كنت عملت السلطة، قطعتها وحطيت عليها ليمون وملح وخل وزيت، بيخلوا طعم السلطة تحفة. عايزين تحطوا كمون كمان حطوا كمون، بس عادي ممكن من غير كمون عادي. اي خضار بقى عندكم حطوا فيه براحتكم بقى. شكلوا كده في السلطة. اهم حاجة طبق السلطة ده على الاكل، والله خلوه فطار غدا عشاء. مهم جدا للكبار وللاطفال. مهم جدا كمان في حركة الامعاء، خليكم تروحوا تعملوا الحمام وانتم مرتاحين. مفيد جدا 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 لكل حاجة في الجسم. لازم يكون الاكل عليه حاجة خضراء. طلعناه بقى لما خد لون كده من تحت، طلعناه وقلبناه الجهة التانية. وبرده الجوانب، بس كل ده على فترات، يعني ممكن 10 دقايق 7 دقايق، طبعا لازم تتابعوه وتشوفوه ده عامل ازاي. يعني اخباره ايه ولونه ايه وكده. بعد كده ما خرجناه خلاص وتلون من كل الجوانب واستوى. جبنا ملح وكمون، وكمان هنحط عليه ليمون. ممكن على فكرة ما تحطوش كمون، هو ملح وليمون وشطة بس انا عشان عندي اطفال صغيرين فما حطيتش شطة. فهو كده المفروض تحط عليه ليمون وملح وشطة. ما عندكوش بقى اطفال حط شطة بيبقى طعمه تحفة، او مش مشطشطة قوي يعني. بس انا عندي اطفالي حساسين قوي، لو حطيت اي حاجة فيها شطة بيعرفوها، يعني بيفضلوا بقى ما ياكلوش. ونرمي بقى الليمونتين كده وفيه، ونغطي عليه بقى شوية صغيرين كده. وبعد كده بقى نجهز بقية الاكل. حطينا كل حاجة. وكمان كان عندي تحديقة، كان عندي كام قرن فلفل كده، على طماطماية، على كام فص توم. قلت هي الفلفل هيبوظ، كنا جايبين غيره طازة يعني، فقمت عاملاهم كده. ضربتهم كده بالهاند بلندر او بالخلاط، ورشرشت عليه من فوق يديله لون ويديله طعم كده. وهكمل بقى الصلصة اللي هي التحديقة اللي اتعملت دي، هعينها في التلاجة، هعينها في الفريزر، اعينها في اي مكان ابقى اخدها بقى احط عليها حاجة، عشان ما نهدرش حاجة، ما نبوظش حاجة. بس كده يا حلوين. باي باي.